السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدي ومتابعي مصر تايمز في كل مكان. أسعد الله مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من الوادي الجديد. في 14 فبراير من كل عام بيحتفل العالم بعيد الحب أو ما يعرف باسم الفالنتين. بينتظر المحبون هذه المناسبة للتعبير عن حبهم لبعضهم البعض بصفة خاصة ولإحياء مشاعر قد تكون مغمورة في ظل الروتين اليومي. يمكن من أحد محلات الهدايا أو بالتحديد من محل أبو آية، أقدم محل هدايا في الوادي الجديد، هيعرفنا على هدايا عيد الحب هذا العام، وهل في إقبال على الهدايا ولا الركود نظرا للوضع الاقتصادي العام. مساء الخير أبو آية. نور بن. عيد حب سعيد علينا وعليك. كل سنة طيبين وعيد حب كله حب بالهنا والسعادة إن شاء الله. ومن من خلال المكان ده بنقول لكل شعب الوادي الجديد كل سنة طيبين، ونتمنى إن شاء الله يكون عيد حب سعيد على كل الأمة الإسلامية والمسيحية وكل شعب الوادي الجديد. كل سنة وانت طيب يا ابو آية. اخبار هدايا عيد الحب السنة دي ايه؟ والله احنا بنقول قبل لكل شيء ان شاء الله جعلها سنة سعيدة علينا وعليكم وعلى المسلمين ولكم الله وان شاء الله وعلى الأمة الإسلامية والمسيحية، وان شاء الله نأمل خير بإذن الله، نكون سنة مليئة بالحب والخير والتفاؤل ان شاء الله. يمكن في 14 فبراير من كل عام بتبدأ القلوب الحمراء والدباديب في الظهور في كل ربوع العالم، بتملأ محلات الهدايا للتعبير عن عيد الحب. اخبار الاسعار ايه السنه دي يا ابو ايه؟ والله الاسعار السنه دي احنا طبعا كنا بنبدا الاسعار من بدري شويه، بس بسبب اللي حصل في ارتفاع الاسعار فيعتبر احنا اخرنا شويه في العرض. لما بنبدا العرض من 1/2 بسبب الظروف اللي حاصله في البلد طبعا والغلاء اللي حاصل، فاحنا اخرنا شويه عشان ايه الناس برضه الظروف يعني الحمد لله على كل حال. احنا بدانا الاسعار بتاعتنا من بدايه 75 عشان اي حد ممكن يعمل حتى لو وردايه صغيره كده يهادي بيها حد بيعز عليه، حد كل سنه وانت طيب. واحنا برضه المحل معروف محل ابو آية بيحاول يعمل عروض حلوه بأقل الاسعار بجوده، وكل سنه طيبين. يعني الاسعار بتبدا من 75 جنيه ان شاء الله لحد 150. يعني احنا شفنا بره بوكيهات ورد، بوكيه الورد ده ثمنه 75 جنيه. 75 بوكيه الورد ده طبعا عشان المحل متخصص ابو آية للورود، فبنعمل بوكيه شكله حلو قوي. المفروض اصلا بيعمل له اصلا 120 150، بنعمل له عرض خاص عشان اي حد ممكن يتناول في متناول ايده انه يشتري بوكيه ورد، حاجه بسيطه يقدمها لحد يحبه وحد يعز عليه. الدباديب اخبارها ايه يا ابو آية؟ الدبدوب يبدا من اول حاجه يبدا من 50 لحد في حدود لحد 150. عرفنا كده الاسعار. في حاجه زي كده تمام. المفروض اصلا 80 بيعمل له خصم حاليا عشان خاطر الليله الكيري ان هو ان شاء الله بكره هيعمل عرض 60 جنيه 60 جنيه تمام. طبعا ده كده بس، لكن لو هنحطه في بوكس وشنطه هدايا بنعمل له عرض ثاني بدل 120 هيعمل له عرض 90 جنيه البوكس والبوكيه، واحنا بنحط له ورد عليه من فوق كهديه من المحل للزبون اللي جاي يشتري الدبدوب. لو حبينا نقارن، يمكن انت قلت انك انت قبل كده كنت بتبدأ بدري، هل القوة او القوة الشرائية ضعفت السنة دي عن كل سنة؟ اكيد اكيد اكيد. يعني احنا بنشوف الظروف برضو البلد طبعا اسعار طلعت فوق مرة واحدة كده، فطبعا اكيد احنا كنا بقول لك بنبدا من 1/2. النهارده احنا 13/2 يعتبر ما عرضناش غير من امبارح بس او اول امبارح. طبعا فرق كتير بالنسبه للسعر السنه اللي فاتت وقبله والسنه دي. يعني الاسعار فعلا تسببت في ركود اكيد اكيد في الموضوع. نأمل خير ان شاء الله باذن الله برضه. ربنا يرزقك بكل خير ان شاء الله. الهدايا احنا قلنا يمكن في بوكس اعلنا عنه مفاجاه كده من المحل، بس هيبقى في عرض، هيبقى العرض ان شاء الله من بعد الساعه 9 تمام. هيبقى بوكس فيه
ممكن نعمل مفاجاه قدام الناس يعني. كمان في دبدوب، في بوكيه ورد، في بلوره. تمام. هيبقى بوكس كبير في برفان رجالي او حريمي، وساعه رجالي او حريمي، يعني سيار، يعني لو عايز لسه عايز تقدم خطيبها تمام هيبقى فيها ساعه رجالي. لو واحد لو العكس هيبقى يبقى في كيلو كده. ده هيبقى عرض البوكس بدل 400 جنيه هيبقى 250 من محل ابو علي. يعني ابو ايه في هذا البث المباشر على مصر تايمز في واحده لسه بيقدم لسه لا لا في واحده سمعت فشبطت في صندوق. انا بص صدقني بالعد ولا ايه؟ لا ان شاء الله. يعني ابو ايه من خلال كاميرا مصر تايمز بيقدم عرض خاص لاهالي الوادي الجديد، بوكس فيه ساعه رجالي او حريمي ودبدوب وبرفيوم. بيرفل رجال او حريمي، بوكيه ورد، والبوكس كامل بالاكسسوار بتاعه ب 250. ب 250 بدل 400 جنيه. كل سنه وانت طيب يا ابو ايه. هل في قصص غريبه بتمر عليك بمناسبه عيد الحب؟ والله هو انا اغرب ما في الموضوع اصلا وبحبه قوي في اليوم ده يعني بامانه يعني، وربنا يسمع الكلام اللي بقوله ده. بيجيني راجل يبقى عنده 30 35 40 سنه بيقول لي انا عايز حاجه لليله دي حتى لو حاجه بسيطه. دي اللي فعلا انا بستنى. في ناس معينه عندي كده كل سنه تجيني يعني من فوق ال 35 ل 40. هم دول لسه شباب يا ابو ايه؟ لا في لا في والله في اكبر من السن ده اللي يعني ايه بيقول لي انا عايز حاجه بسيطه، بعمل له بوكيه ورد كده بيبقى مبسوط هو وانا مبسوط ان لسه. حضرتك عايز تقول ان هو هيقدمه لزوجته او او زوجته حاجه بسيطه كده، وردايه بتاع بوكيه ورد وكل سنه طيب. ما يحرمش اسرته أيوة. من الاحتفال بهذه المناسبه نفسيه حتى لو في ضغوط. بالظبط كده يعني ده فعلا انا اللي مبسوط بيه بالموضوع كله. جميل والله. يعني كل سنه وانت طيب. هنلقي نظره سريعه على البوكس الهديه اللي قدمه ابو ايه من خلال هذا البث المباشر على مصر تايمز. ابو ايه بيقدم بوكس هديه في خلال هذا اللايف، عامل عليه خصم كبير 250 بدل 400 جنيه. البوكس عباره عن دبدوب ماشي، ده او ده عامه باختلاف الشكل. يعني الزبون بيختار الدبدوب اللي هو عايزه. تمام. ودي الساعه، دي الرجالي. دي الساعه الرجالي. البوكس بيبقى فيه ساعه سواء رجالي او حريمي. حسب اختلاف، وفي اشكال اختلاف في الاشكال. بس احنا بنقول ان في كده وفي كده. ماشي. وده بوكيه الورد. يمكن الالوان اللي في الجديده ملفته للنظر ومبهجه يا ابو ايه. جميل البوكيه. احنا برضو ممكن لو حد عايز يختار البوكيه الورد بنعمله له وهو واقف. يعني كمان ممكن يختار الوان من الورد اللي موجود عندك وتعمل له بوكيه بالشكل اللي هو عايزه. اللي هو عايزه. ده بالنسبه للبرفان الرجالي. تمام. وده البرفان الحريمي مع اختلاف الاشكال طبعا. برضو اكيد. جميل. كل سنه وانتم طيبين. والمفاجاه الاكبر مصحف كمان من محل ابو ايه برضه في البوكس. مصحف. دي كمان عشان البث المباشر. ابو ايه بيقدم مصحف هديه داخل البوكس لمتابعي ومشاهدي مصر تايمز في كل مكان. ابو ايه بيقدم لهم مصحف مخصوص هديه من محل ابو ايه للهدايا بمدينه الخارجه بمحافظه الوادي الجديد. كل سنه وانتم طيبين. كل عام وانتم بخير اعزائي مشاهدي ومتابعي مصر تايمز في كل مكان. عيد حب سعيد عليكم واسعد الله مساءكم بكل الخير.